التركيز في الحصة التدريبية على الجوانب التقنية والتكتيكية تحت إشراف المدرب الوطني رابح سعدان. أكيد بلي مقابلة تكون صعبة. عندنا أمامنا فريق أمريكا محضر بدنيا، يعني من أحسن فرق بدنيا اللي موجود. زيادة شفنا في آخر 15 دقيقة الأخيرة مع سلوفينيا كيفاه الفريق رجع بدنيا وتكتيكيا في المقابلة، وفريق ما يستسلمش تماما، لأن كون زادوا ممكن 5 دقائق كان يفوز على فريق سلوفينيا. هذا يزيد يأكد باللي ننتظروا تكون مقابلة صعبة جدا علينا وعليهم. شوف يا أخي، نظن باللي التغيير خاصة من ناحية التشكيلة تكون خفيف. يعني عندنا ممكن نوعين ولا 3 نتاع، خاصة في طريقة الهجوم في اختيار المهاجمين، من هما اللي يناسبوا. راكم نشوفوا في التدريب الأخيرة شكون اللي عنده إمكانيات بدنية كبيرة، لأن لهنا التحضير البدني عنده مهم، عنده دور كبير خاصة في الارتفاع.